السلام عليكم. تعالوا نبدأ جولة في محلات اللي هي موجودة في الداون تاون، اسكندرية، اللي فيها كارفور طبعا. فيها بصراحة شوية محلات حلوين، في تخفيضات جميلة. وده المحل اللي احنا الولاد اختاروه عشان يشتروا منه بعض الملابس بتاعتهم الشتوية. فأنا هدخل معاكم ونتفرج كده على الحاجات اللي موجودة. طبعا هنا الشنط الحريمي الصغيرة والكبيرة في شوية تشكيلات حلوة. المحل ده فيه تخفيض حلو جدا، يعني هنا في 4 قصاد 4، يعني تشتري 4 حاجات وتاخدي 4 مجانا، فعرض جميل جدا. زي ما انتوا شايفين، في حريمي وفي رجالي، هنا رجالي في اولادي كمان، المقاسات الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده برضو. في مقاسات صغيرة، جواكت شتوي، التقيلة والمتوسطة، دي اللي مشغولة دي، وجلد. كل المقاسات موجودة بالنسبة للصغيرين وللكبار. دي بقى اللي هي التيشيرتات اللي هي بتبقى من جوه فيها وبرة كده. برضو فيها الوانات حلوة كتير، ومقاسات كتير، واسعار بصراحة مناسبة، بالنسبة لانك بتاخدي 4 وقصادهم 4، ده رقم يعني زي ما يكون كده شبه التخفيض 50%. ده التيشيرت اللي هو اصلا متطبق ده، هم حاطين واحد عشان تتفرجي على شكله، والباقي متطبق اهو، تقدري تختاري اللون وتختاري المقاس اللي انت عايزاه. الوانات جميله وتناسب كل الاذواق. وطبعا في عندهم برضو يعني حتى الشباشب والحاجات دي موجوده، تقدري تشتري كل اللي انت عايزاه. في كوتشيات، زي ما انتم شايفين برضو. لسه الجزء ده بتاع التيشيرتات كتير، فوق فوق بقى موجود اللي هو الكوتشيات زي ما انا قلت لكم. هنا لسه بستعرض بقية الالوانات، في الوانات سادة وفي رسومات زي ما انتم شايفين برضو. نفس الجزء اللي انا كنت واقفة فيه، يعني كنت بركز كده في شوية الاسعار والحاجات دي، واشوف الفروقات وازاي هتبقى 50% او الخصم بتاعها. صراحة تشكيلة جميلة جدا، ممكن تعجب أذواق كتير. والقمصان اللي هي الشبابي والرجالي وكل الحاجات دي، تشكيلات جميلة وأذواق حلوة، وتحتها اللي هو التيشيرت اللي بتلبس تحتها دوت، حسب يعني دلوقتي الولاد بيلبسوا الشميز بتاعهم ولا القميص بتاعهم، وتحته تيشيرت معين. دي حريمي دي طبعا، خامة برضو حلوة، وسط كده ما بين الهدوم التقيلة والخفيفة، خامتها جميلة جدا. والأسعار هنا في 300 250، زي ما انتم شايفين. ألوانات، تخفيضات، يعني بصراحة الولاد كل واحد، يعني أنا طبعا انت زي ما انت شايفه كل المقاسات، يعني صغير ولا كبير، يعني الواحد يدخل جايب ولاده ويخش يشتري اللي هو عايزه. ممكن يدخل 8 قطع دول، تتفرق ما بين صغير وكبير وكده، تشتري زي ما انت عايزه، بس المهم يبقوا 8 قطع من اي حاجه. زي ما انت شايفه في التقيل وفي الخفيف، حسب كل حاجه لها سعرها. طبعا انت بتاخدي نص، يعني نص الحاجه، نص ثمن القطعه اللي هي موجوده دي تقريبا يعني. ودي حريمي اهو، ده القسم الحريمي، والالوان المختلفه زي ما انتم شايفين. اللي انا شايفاه بقى انه الثمان قطع كانت كتيره جدا، على ان الشباب يخش يشتري 8 قطع، لان في حاجات هتعجبه حلوه، بس مش ممكن توصل لثمان قطع، يعني شاب يخش يشتري 8 قطع ليه؟ فاللي بيحصل بقى يا جماعه انه زي ما بقول لكم بيخشوا يشتروا ليه ولاخوه، لحد تاني. في انا شفت ناس داخله تشتري لجدهم، لباباهم، يعني مش هيقدر يلم الثمان قطع لشخص واحد داخل يشتري طبعا حاجه من المحل. انا برضو من الحاجات اللي شفتها، انه في واحد بيطلب صاحبه، بيقول له: يا صاحبي، ايه، قول لي حبيبي، بص افتح الواتس، انا في هنا شويه عروض حلوه، تعالى يلا ايه،
افتح ونقي اللي انت عايزه، انا هبعت لك صور عشان انا مش عارف اكمل ال8، فممكن اجيب لك معايا قطعتين ولا حاجة يعني عشان اكمل القطع بتوعي. يعني الولاد يا حبايبي عايزين يشتروا الحاجة عجباهم. زي ما انتم شايفين كده، في خامات تقيلة حلوة قوي معمولة زي الفرو كده، المحبب ده كده اهي. حلوة تقيلة بتدفي جدا. في منها بقى في الحريمي ده طبعا رجالي ده. فالجزء الحريمي لو كنت شفت في الصور اللي فاتت هتلاقي فيه اللي هي طويلة دي، اللي يعني تحتها الفستان طويل وطقم كده على بعضه جميل جدا، ممكن الواحدة تخش تشتريه على بعضه. زي ما انتم شايفين حاجات مناسبة للبنانيت الحلوين، أسعار مناسبة، الخامات مختلفة. هنا مثلا دي أولادي شوية طبعا. شوفي معمولة اهي زي الفرو كده، من بره من بره مش من جوه، فلذيذة قوي. وطبعا الألوان مناسبة جدا اهو، في تشكيلة منها جميع الألوان والمقاسات. هنا برضو الجزء الحريمي في زي بلاطي كده، وفي اللي هي بتتلبس على البناطيل والحاجات دي. الوانات حلوة وشبابي خالص. ودي برضو البلوفرات دي الطويلة اللي بتلبسها البنانيت كده، او اي حد بيحب يلبس الجواكت، البلوفرات الطويلة دي على بناطيل او تحت جواكت او كده. وفي اطفال زي ما انتم شايفين مختلفة الاذواق والخامات، يعني هتلاقي خفيف اهو وفي تقيل شوية. يعني في كله زي ما انت هتختاري. المهم ان انت تجيبي 8 قطع، 8 قطع من المحل، وشوفي بقى القطعة تمنها كام، وهو بيديكي زي نصها، نص تمنها حاجة كده، او نسبة 30% لما بتكوني عايزة حاجات معينة يعني. هنا هي دي 250، حلو بصراحة يعني الخامة. الألوان زي ما انتوا شايفين كده. انتي لو دخلتي المحل زي كده مش هتخرجي الا وانتي لازم تكوني شارية فعلا، وتكوني مختارة المجموعة طبعا، لانه 8 قطع هيبقى مجموعة، مش هيجي واحد يقدر يختار ال8 لوحده يعني. طبعا هنا في الداون تاون تشكيلات كتير، محلات كتير. بس برضو عشان اقول لكم احذركم يعني ان في محلات غالية جدا. يعني تخش كده تلاقي الاسعار حاجة خيالية. بالنسبة للحالة بتاع دلوقتي، يعني صعب قوي تختاري اللي تخشي المحلات كده تلاقيها فاضية. تعرفي على طول المحلات دي بقى اسعارها من اللي هي كده يعني ايه، طالعة لفوق. الواحد يروح بقى اللي هي زحمة كده، دي اكيد اسعارها متهودة، فخش اتفرجي. في تخفيضات كتير جدا بصراحة، المحلات عاملة تخفيضات كتير جدا. ادخلي اتفرجي. الخامات مختلفة. يعني انا وانا خارجة دلوقتي هوريكم كده شوية محلات وانا ماشية. هتلاقوها برضو عاملة تخفيضات كبيرة. كل محل بقى عامل تخفيض حسب المناسب ليه، والاسعار اللي هي ممكن تمشي معاه يعني. وفي نفس الوقت التخفيضات في كل حاجة، يعني بالنسبة للملابس، للشوز، للكوتشي، لأي حاجة. هنا بوريكي شوفي من جوه اللي هو التيشيرت ده الحريمي ده، بيبقى بوابرة من كده من جوه، حلو بصراحة يعني، وظريف في اللبس. كمان الخامة بتاعته حلوة، والتشكيلات الأذواق حلوة جدا، الألوان جميلة هادية. والشنط برضو زي ما قلت لكم، في شنط يعني حاطينها اللي هي بتاخدها البنات على ظهرها وهي رايحة مثلا الكلية أو درس أو حاجة، ماشية مع اللبس يعني. هم بيحاولوا يحطوا الشنط شبه كده اللطقم. ودي أولادي زي ما انتم شايفين اهو، مقاسات أولادي جميلة جدا. حاجات حلوة حلوة يعني بصراحة. يعني انا شايفة ان المحل ده ظريف، على ان انا ما لفتش كتير، بس هو الولاد بصراحة دخلوا محل واحد واشتروا من المحل ده وخلاص يعني. هما عجبهم نسبة التخفيض ولقوا الأذواق مختلفة، فقدروا يشتروا ال8 قطع اللي هما كانوا محتاجينها.
في كمان الحاجات السلاسل بقى، الحاجات الانتيكات، الحاجات اللي البنات بتلبسها دي، وحاجات حلوة وخامات كويسة، واسعار برضو حلوة يعني. انا حبيت افرجكم برضو يعني كل اللي موجود، علشان يعني يبقى انتوا كده كأنكم دخلتوا المحل. وده الجزء بتاع الشنط اللي انا قلت لكم عليه، بتاع البنات، او يعني هو في جزء حريمي، ممكن في شنط الظهر دي في منها برضو ينفع الولاد اللي هم بيشيلوها صغيرة دي. وهنا برضو لسه في الاول المقاسات الصغيرة، و خامات الجينز والجلد فوق اهو. الالوان كمان، شوفي الالوان الهاديه الجميله، البامبي الحلو قوي الهادي قوي، مش عارفه يسموه ايه كده. جلد اهو صغير، فجميل جميل يعني. اللي عنده اولاد صغيرين يجوا يلاقوا لهم جواكت تقيله جميله جدا، خصوصا اليومين دول اهو. شوفي جاكيت جميل جدا جدا يعني. والالوان عجبتني قوي يعني، في الالوان الهاديه والالوان ماشيه مع بعضها. عندك الولادي، وعندك الشبابي، وعندك الحريمي. برضو حريمي كبير وصغير، وفيه هو الكوتشيات زي ما قلت لكم. ايه يعني ممكن تطقمي الطقم كله وتجيبيه كده من فوق لتحت يعني، بالكوتش بتاعه كله، يخرج لابس الطقم بتاعه جاهز على طول. آه، انا خرجت خلاص من المحل كده، اشترينا الحمد لله، والولاد اتوفقوا. بس حبيت افرجكم بقى شوية الانتيكات الجميلة دي في المحلات اللي بره، شوية انتيكات ظريفة بصراحة. عجبتني كده، بتتحط في الاركان على السفرة الجميلة، الطقم السفرة الرقيق جدا. حبيت افرجكم برضو واشارككم معايا الخروجة دي. وزي ما انتم شايفين كانت فسحة حلوة، وفي نفس الوقت الولاد اشتروا حاجتهم، وانا كمان استمتعت بان انا اتفرج على المحلات اللي فيها حاجات ممكن تنفعني في البيت، الكاسات، الحاجات اللي هي في الديكور الجميلة دي. فحبيت برضو ان انتوا تبصوا وتفرجوا معايا. وده طقم صيني لذيذ جدا برضو، رقيق صراحة، محل حلو قوي برضو عجبني. فقلت برضو تشوفوا كده المحل بيبقى فيه ايه برضو. شوية الحاجات بتاعته كلها ذوقها عالي جدا. هو بصراحة المحلات هنا يعني مركزين على الملابس اكتر، بس برضو ما يمنعش ان تجيبوا. شوف الطقم الرائع ده، ما يمنعش ان في محلات بقى مختلفة بصراحة كل حاجة يعني. انت لما تنزلي الداون تاون دي تقدري تشتري اي حاجة في اي حاجة، بس المهم تعرفي المحلات الغالية. يعني لو كنت مش بتختاري الحاجات اللي هي اسعارها معقولة، يبقى تخش المحلات اللي انا بقولك عليها، اللي هي هتلاقيها فيها ناس كتير. اللي فيها ما فيهاش حد ده اكيد اسعاره غالية، وهي ماركات طبعا، بس يعني احنا بنشتري الحاجة اللي هي تمشي مع الولاد، وفي نفس الوقت سعرها مناسب بقى، مش مهم ماركة او ملايين، في حاجات مش ماركة وجميلة جدا يعني. هنا بقى عجبتني شوية المجات دي، لقيتها لذيذة قوي، قلت افرجكم برضو عليها وانا ماشية كده. وشوية اللعب الكتاكيت الحلوين قوي دول عجبوني جدا. فصراحة يعني برضو شدوا انتباهي. انا بحب اللعب الصغيرة دي جدا يعني. حتى انا في القناة بتاعتي بحب اعمل لعب وحاجات من دي، لانها هواية يعني. وخلاص كده انا المحل ده كده ببص عليه وانا ماشي، خلاص الولاد اشتروا كل طلباتهم، واحنا خلاص كده في طريقنا الى ان احنا نخرج. بس بوريكم لما اشوف مكتوب سيل سيل. ده قطر كده طبعا بيعملوه عشان كارفور داون تاون كبير قوي يعني مساحته كبيرة، الولاد تتفسح فيه يعني. ممكن الولاد يقعدوا وهو بياخدهم جولة كده جوه بيفرحوا يتبسطوا على ما ماما وبابا يجيبوا طلباتهم بسرعة كده، يكونوا هم خدوا لهم كام لفة.
وبكده طبعا الجولة بتاعتي انتهت، ومع جولة تانية اشوفكم دايما بخير. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا، ولو عجبكم الفيديو لايك بقى وتعليق حلو، وان شاء الله مع فيديوهات تانية نشوف اماكن تانية، وفي مصر الجميلة وخارج مصر برضو في رحلات تانية هنروحها مع بعضنا. فيلا إلى اللقاء مع فيديو جديد مع ماما دودي. مع السلامة.